مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في قناتي. مرحبا بالمتتبعين اللي دخلوا جدد في القناة. اتمنى ان شاء الله راهم يعجبوكم الوصفات. بالنسبه لوصفتنا تاع اليوم راح نديرو صابلي. هاد الوصفه تاع الصابلي درتها هاد الخطره كطلبيه، حبيت نتقاسم معكم الوصفه. بالنسبه للعجينه تاعنا تاع الصابلي نحتاجو فيها 250 غرام تاع مارغرين. انا هنايا راني درت كيلو ونص باسكو كنت محتاجه كيلو ونص. ديروا لها 4 كاس تاع الزيت، 250 غرام تاع مارغرين، نديروا 4 كاس تاع الزيت، ونديروا كاس تاع سكر غلاس، نخلطهم مليح. بالنسبه للكاس تاعنا هو تاع 240 مليلتر، يعني الكاس تاع الغازوز. نخلطوا مليح المكونات تاعنا بلا سباتول ولا بالباتور، لازم يعني كل ما تضيفوا مكون يعني تخلطوه مليح. هنايا ضفت زوج صفار وحبه بيض كامله، فوالا زوج صفار وحبه بيض كامله. وتزيدوا تخلطوا البيض مع لي زانغريديون الاولين، ونضيفوا تانيك لافاني ضيفوا ديروا يعني زوج مغارف باش يجيكم لو غو تاع الصابلي تاعكم يجي بنين. من بعد نروحوا لا مايزينا ونضيفوا قولوا يعني كاس غير ربع تاع مايزينا، فوالا كاس غير ربع تاع مايزينا، يعني الكاس نقصوا منه ربع. ونخلطوا مليح ونضيفوا زوج ملاعق كبار تاع لحظه يكونوا معمرين. اللحظه هذه راح تعطيكم واحد لوغو هايل، وتعطيكم واحد الهشاشه للصابلي تاعكم، يعني تعطيكم شغل كي تاكلوا صابلي تحسوا باللي فيه حاجه. ديروا زوج ملاعق معمرين مليح تاع اللحظه. نبدا نطم الصابلي تاعي بالفارينه، ونضيف ملعقه تاع ديسير، يعني تاع الديسير، ماشي كويره كافي، ماشي هذيك الملعقه صغيره، قولوا حوالي 7 غرامات تاع خميره الحلويات. نبداو نطمو في العجينه تاعنا. ماذا بكم كيما دائما نقول لكم الصابلي باش يعني باش يحافظ على الشكل تاعو، ولا حاولوا ما تعجنوش العجينه تاعكم، باسكو جميع عجينه يكون فيها البيض نكونوا حنديروا بها الكاطو، لو كان نعجنوها رايحين شغل تربي العلك، يعني تولي معلكه، نولو كي نطبعوا الصابلي تاعنا ينطم يروح له كامل الشكل تاعو. انا هنا حليت العجينه تاعي رقيقه، راح ندير اشكال مختلفه. ماذا بكم كي حلوها رقيقه. انا درت بهاد لومبورت بياس الاوفال، نتوما شوفوا الطابع اللي كان عندكم اطبعوا به، مدورين طبعوا بالكاس، طبعوا اذا ما كانش عندكم كاع طابع تقدروا ديروه كيما بكري، يعني غطيوه تاع كاش هكا بلاره عندكم مدوره وطبعوا. وشنو كي ترفدوه الصابلي تاعكم رفدوه بالكوبات، حاولوا ترفدوه بالكوبات. علاش؟ باش يحافظ على الشكل تاعو، باش يكون كيما تكون مدوره ترفدوها بالكوبات تجي مدوره. وكي تقعد لكم العجينه ما تعاودوش تعجنوها، طموها غير هكايا، من بعد عاودوا حلوه وكملوا كامل طبعوا. وطيبتو على 160 درجه في فرن يكون مسخن مسبقا. انا هذا الاوفال طيبته في هذاك الطابي باش تجي من الفوق شغل كي يطيب يجي فيه هذاك النقاطي اللي يجوا فوق في الصابلي، يعني في الوجه تاعو طابي سيليكون. هنا تانيك المدور، ودرت هذاك ليكور اللي درت لهم لي زامون ديفيلي، كنت يعني من الفوق مسحته بالبلون دوف ودرت له لي زامون ديفيلي وطيبته. وبالنسبه للصابلي نتوما واش حبيتوا، تحبوا تخلوه عادي ديروا غير سكر غلاس، وانتوما واش هوالكم ديروا. هنا حكمت الموديل الاول، درت لصقت بالمعجون تاع المشماش. كاين معجون هذا من داك نتحص يجينا مليح، كاين بكري معجون كي يكون جامد حتى نديروا له شويه مزهر باش يجرى، ولا شويه ما سعيده ولا باش نخفوه، مي دوكا راهو يجي بزاف مايه. هنايا دهنتو من الفوق، مسحتو ماشي دهنتو، مسحتو بالمعجون ورمدتو في الكاوكاو كونكاسي. بالنسبه كي نقولوا حاجه تاع كونكاسي في الحلويات ماذا بكم دائما غربلوها، نحو منها هذاك الرقيق، باسكو هذاك الرقيق هو اللي شمت لكم الكاطو تاعكم.
يعني كي تحمصوا الكاوكاو ولا اللوز وتكونوا حين ترحوه خشين، واش ديروا؟ لو كان تخلوه به بهذاك الرقيق تاعو، كي ترمدوا ولا يرفد لكم غير الرقيق، هذاك الخشين كاع ما يرفدوش. هكا كي تغربلوه نحو هذاك الرقيق، تقدروا ديروه في لاباط من الداخل، ولا تكونوا حين ديروا كاش حلوه. والكونكاسي هذاك رمدوا فيه الحلوه تاعكم، سواء في المشوك ولا اي موديل. هنا هذا تاني واش درت له، تاني لصقت حبه مع حبه. كان عندي هاد الكلاصاج فيريرو ولا الكلاصاج غورمون اللي هو شوكولا نوار، ذوبتها، درت لها شويه تاع الزيت، ودرت لها الكاوكاو اللوز. انا كان عندي لوز، درت لها لوز كونكاسي. نتوما واش كان عندكم؟ يعني نتوما واش متوفر؟ وغطست زوج جوايه كيما الا راكو تشاهدوا. هنا كي راني ندير في لا ديكوراسيون، راني مازال ما عمرتش هذاك الفراغ اللي في وسط الصابلي، ما نعمروش هذاك، نعمروه في الدقيقه الاخرى باش يقعد لنا شباب. واش نديروا له كي نعمروه؟ نحطوه يغلي المعجون مع الاخر، نغليوه مليح يرفد الغليه هذيك واحد 2 دقائق وهو يغلي، ونعمروا به هو سخون. نعمروه هذاك الفراغ كيما راكم تشوفوه هنايا حتى نكمل كاع لا ديكوراسيون، سواء نرش سكر كلاص ولا واش جات. علاش نغليوه؟ باش يحكم لكم بلاصه، يعني ما ينقصش، وتانيك باش ما يفيض لكمش، ما يخرج لكمش في وسط حبه الصابلي. فوالا هنا الصابلي هادو هما الاشكال اللي درتهم، كما قلت لكم كانت طلبيه. نتمنى ان شاء الله عجبوكم. وإلا عجبوكم وإلا عجبتكم الوصفه تاني، دوك ندير لكم الوصفه في صندوق الوصف. إلا عجبتكم الوصفه وإلا جربتوها، ما تنساوش تشاركوني في التعليقات بالنتيجه اللي تحصلتوا عليها. ما تنساوش تاني ديروا لي جيم لا فيديو وتبارطاجيو لا فيديو. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر وفي وصفه اخرى، وخليكم ان شاء الله بخير وعلى خير، والسلام.